عندنا مفاجأة في الحلقة دي. احنا يا جماعة معانا سيف الحقيقي. ميرا طول عمرها بقالك 9 سنين معانا في سيف يا ميرا، بتعملي صوت سيف في كل الفيديوهات. حصل. كلمنا عن مشاعرك يا سيف شوية. طيب كتاب أنا غالي، هنتكلم معاكم النهاردة في كتاب أنا غالي. كتاب أنا غالي أول كتاب نزل في سيف، اللي بيتكلم عن التوعية ضد التحرش الجنسي، وإزاي نتكلم مع الأطفال بنات وولاد عن أهمية التوعية ضد التحرش الجنسي، من غير ما هتلاقوا حاجات جوه الكتاب تخوف وتخض، وحتى ألوانها very bright، لأنه we believe إن التوعية مهمة قوي لما تيجي على البوزيتيف بارت، يعني نتكلم بإيجابية إنه أنت مهم، أنت غالي، أنت قوي، أنت تقدر تدافع عن نفسك، أنت كمان تقدري تعملي كده كبنات وولاد. حلقة النهاردة غالية جدا وبريشس قوي على قلبي، لأنه كتاب أنا غالي هو أول بيبي اللي سيف وسلمى طلعناه من زمان قوي قوي قوي، أكتر من 10 سنين، وكان مهم بالنسبة لنا يبقى فيه برودكت بيتكلم عن أهمية الوعي ضد التحرش الجنسي، ويبقى موجود في أماكن كتيرة، فموجود جوه مصر وبره مصر، ومتاح البيرنتس تتكلم مع أولادها، تيتشرز تعلم الطلبة في المدارس أو في الحضانات. وحاجة جديدة مهمة قوي هنقولها للناس بقى في أي حلقة دلوقتي. انتوا شايفين في دولاب ورا في كل البرودكتس. المفاجأة بالنسبة لنا دلوقتي ان الناس بتشتريها هدية عيد ميلاد، فياخدوا سيف كتاب أنا غالي ولعب وكتب تانية، وتبقى دي هدية عيد الميلاد، وحاسين عايزين نجيب هدية مختلفة للولاد والبنات في عيد ميلادهم. ده غير ان احنا عندنا مفاجأة برضه بنروح عيد الميلاد. ميرا احكي لنا، فاكرة الموضوع ده لما ابتدينا نعمل سيف سيشن جوه عيد الميلاد، وكان الاويرنس عن التحرش الجنسي وعن انا غالي. احكي لنا اليوم ده كان عامل ازاي لينا وللجمهور. ايوه احنا كنا مبسوطين قوي ومتحمسين قوي انه كنا واخدين فقره في العيد ميلاد، فقره كده اسمها سيف ستوري او سيف جاي يقدم حاجه، مش بنقول خالص اسم تحرش جنسي للاطفال اكيد. فلينا احنا كان فيري انترستينج، وكان في سيف نفسه جاي بابت كبير وبيتكلم مع الاولاد وبيحكي معاهم. للجمهور كان بيتلبسوا عندنا سيف وسلمى بيتلبسوا، ده حقيقي، في صغيرين بيتمسكوا في بابت هاند بابتس، وفي سيف كبير زي بتوع الناس زمان كده في عيد الميلاد. فللناس الموجودين كان حد من الناس اللي بيساعد في سيرفنج العيد ميلاد شاف الولاد، وهي الولاد اخدته هديه الكتاب، فالكتاب كولرينج بيتلون، فشاف الولاد بقى قاعدين بيلونوه، فلقى الولاد فاتحين صفحات فيها مناطق خاصه وكلام كده، بدا يتوتر، فراح قال لهم حضرتك بس هو الولاد اخدوا هديه غريبه جدا انا مش فاهم بيعملوا ايه، انا جايباهم عشان كده. واكن ده يعني غير انه احنا رحنا وعينا للولاد وتعلموا، اكنه ادينا مسج كده للناس اللي حواليهم انه يو نو وات، اللي شغاله في المكان اللي كان في عيد الميلاد، سوري دول اللي كانوا شغالين الناس في المكان بالظبط، الناس اللي كانوا شغالين في المكان اللي كان فيه عيد الميلاد، انه الولاد دي بنت واعيه متعلمه، مش ان الناس اللي شغاله دي احنا بيعملوا لهم حاجه، لا بس اكني ببعت مسجز انه احنا متوعيين وعارفين وولادنا عارفين حدودهم كويس وبيعرفوا يدافعوا عن نفسهم. عايزه سوسه قولي لنا لما بتاخدي كتاب انا غالي وتروحي تديه في حضانه او في مدرسه، كنا كده بتعملي ايه؟ طيب احنا هناخد واحد هنا وانتي واحد معاكي، ماشي، مشينا في الخطوات بقى. اوكي، ده يعني الكتاب زي ما انتي قلتي يا ساره، هو احنا ممكن نعمل عليه سيشن كامله، فاحنا كل البوينتس او كل الحاجات المهمه اللي احنا بنبقى عايزين نقولها لهم عن التحرش الجنسي كله موجود هنا. فاهم حاجه بنبتدي بيها بانه انا بفهم قد ايه انا غالي، ان انا قيمتي عامله ازاي، ولان انا لما بعرف عايزه الناس تتفرج عليه معايا لما انا ببقى عارفه قيمتي وان انا غالي فبعرف ادافع عن نفسي. فهو بقى بيبتدي انه ماما طبعا هي الشخص اللي بتقول لي انه انا غالي قوي ومحبوب زي ما انا. سوري هرجع معاكي خطوه لورا. فانا ببتدي الكتاب ان سيف بيتكلم، فبيقول صح. انا اسمي سيف، عندي 6 سنين، مش هو بيحكي لنا عن نفسه ففي خلال الكتاب بيتكلم عن نفسه، وماما بتقول هي بقى فكره انا محبوب. فقولي لنا الجزء ده. دايما بحب قوي اقول واحنا بنتكلم على الكتاب انه بيدي 3 مسجات اساسيه: انه غالي ومهم، ان ليه حدود، وانه يقدر يقول لا،
وكل صفحه بترفلكت واحده من الاوبجكتيفز الثلاثه، صح بالظبط كده؟ بالظبط. قولي لنا بقى حته ماما بتقول انا محبوب. فبتبتدي بالطريقه الهاديه اللذيذه. عشان كده ميك سنس دلوقتي ان احنا نروح عيد ميلاد عادي، عشان احنا مش بنيجي نزعق له انت ما ينفعش حد يعمل كده، صح. فبقى عادي بالراحه انه قد ايه احنا غاليين، وبنقول لهم انه حتى احلى من اي حاجه في الدنيا، وربنا خلقنا غالي قوي ومحبوب قوي. فدي الحته بتاعت ماما اللي هي بتقولها اكنها يعني فاتحه كلام كده. انا باكد لك كده، انا باكد لك ده انت ما جيتش غلطه بقى هنا بقى، مش هقدر اعديها لازم اقولها. فجمل بقى بتاعت انت جيت غلطه يا ميرا، وما كناش عايزين نجيبك، وبابا اصله صاحبه دكتور جابك من المستشفى، مشكله كبيره. وده اللي انا عارفه ان احنا بنقوله في سيف طول الوقت، انه جزء من ان انا بربيه على ان هو هويته مهم وغالي، انه ده يتناقض لو انا بقول عكس ده فهو مش هيصدقني. احكي لنا عن يعني سوري يا سوسة هرجع لك، بس التناقض في المسجز بتاعت انت جيت غلطه، انت مش مهم، ازاي بتأفكت ان ممكن الطفل يتعرض لتحرش جنسي؟ انه الجمل دي بتخبط في الايدنتيتي، هويه الطفل كده. فلو انا بقول له انت جيت غلطه وانت مش مهم، فهو مرفوض بشكل غير مباشر، انت مرفوض، وجودك ما كانش محبب يعني او محبذ. فلما انا اتخبط في الايدنتيتي بتاعتي سهل قوي اني لما اتعرض لحاجه ابقى انا الغلطان، ما هو انا اللي وافقت وهوافق بقى يعني وهبقى صح، ما انا مش مهم، ما انا اصلا جيت غلطه. فطبيعي قوي لو حصل حاجه هلوم نفسي قبل ما اقول انه، وهيخليني مش عارف اتكلم. ما هم اصلا قالوا لي انت ما كنتش محبذ، فقالوا لي انت مش مهم، فهروح احكي لهم ايه؟ طب ما انا وجودي اصلا مش مهم. فبيأفكت الصراحه الموضوع على كذا اسبكت، انه يحصل اصلا من الاول تحرش او اعتداء جنسي، وبعدين واني بقى ابتدي اتكلم واحكي عن اللي حصل، اسفه، او اني دافع عن نفسي، وبعدين اني ابتدي اتكلم واحكي عن اللي حصل. طب هقولها تاني وهعجبني قوي الحته دي يا ميرا، لانه كأن وارد قوي اي حد يحصل له، بعد الشر على كل ولادنا، وارد جدا. فكأن دي الحته اللي بره ايدي طبعا، صح كده؟ عندي حتتين جوه ايدي. الحته الاولانيه فكره ان هو يفهم ان هو مهم وغالي وليه قيمه وبحبه وموجوده له، مش بتلغي انه بيتخض. فلما بيعرف ده كأني بحط جواه فكره انه يرفض، مش يهنج ويسكت، كأن في حاجه غلط بتحصل فلازم ما يتكلمش. ولو فرضنا انه هنج ومعرفش يتصرف، حتى لو دي مش غلطته برضو، صح. وبيجي هنا للنقطة الثالثة بتاعتك بتاعت انه بيتكلم. فكأن اللي عارفين البيرنتس اللي بتوتر ولادها لما تقع، فممكن عيال، وبنسمع القصص دي كتير قوي، اللي هم طول الوقت عايزين ولادهم كده، ممكن يبقى وقع ومتعور وجاي من المدرسة وما بيقولش، عشان شايل هم انه لما يقول هيعملوا فيها ايه. ودي مشكلة الولاد كلها، انه الاحصائيات بتقول انه لو في 10 حصل لهم تحرش جنسي، 1 بس هو اللي بيقول انه حصل له، عشان 9 شايلين هم لما هنقول هيلومونا، مش هيصدقونا، هيزعلونا، هيضايقونا، هيعجبونا كأن احنا اللي عملنا حاجة غلط. فلما بحبه وبقرب منه وبصاحبه، هنا بقى بتحصل اللي هي الدخلة اللي انتي بتقولي عليها سوسة دي، بداية الكلام كده، انت محبوب وغالي زي ما انت. طب كملي لنا يا سوس. وبعدها بيبتدي يتشرح له بقى خلال الصفحات اللي جايه كلها ان هو ليه حدود. بالظبط. بيبتدي عشان هو في الاول كان بيقول انا عندي 6 سنين ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه، ماما كانت بتساعدني. فبيبتدي يستوعب انه انا كبرت دلوقتي، فبدات اتعلم حاجات عن نفسي، وعرفت ان عندي عينين ودان ومناخير، وكمان عندي مناطق خاصه ليها احترام خاص. يعني هي تفصيلة جسم عادي، يعني بالزبط. عندي عينين وايدين ورجلين ومناطق خاصة، مش انه دي حاجة ودي حاجة، مش انه بنفصل في حتة عيب وفي حتة عادي. يعني عندي حتة عيب في الجسم وحتة تمام. لانه ده اللي بنسمعه كتير قوي حتى في السيشن، انه دي حتة عيب، ده الحتة الغلط، المناطق الخاصة مش بيتسمى كده، بتتسمى العيب، الحتة العيب، عينين مناخير ودان حتة عيب بالظبط. فبنبتدي كمان يعني نشرح المسكونسبشن ده، انه لا انا ربنا خلقني كل جسمي كامل، مش هيبقى اكيد عندي شعر حلو ومناطق خاصه وحشه. فهنا بنبتدي اصلا ادرك او استوعب يعني ايه مناطق خاصه.
فانه ده مناطق ربنا خلقها ليها احترام خاص، عشان كده احنا مسميينها خاصه. عشان مش عيب، عشان دي بتاعتي، أوه. مش غلط ومش عيب. طب قوليلي لما بيلخبطوك يعني عارفه في السيشنز ويقولوا لك بس ما انا كلي خاص، يعني مش معنى دول، لانه دول ليهم معامله خاصه او احترام خاص، عشان كده بنديهم المثل بتاع لما بنروح البحر. صح. فانا بلبس ايه لما بروح البحر؟ مايو هو بيغطي بس المناطق الخاصه، فدي ليه ليها احترام خاص؟ عشان دي المناطق اللي ما ينفعش حد يشوفها او يلمسها. فهنا بقى الكرايتيريا بالظبط بتاعت محدش يشوفها ومحدش يلمسها. بالظبط. حصل يا ميرا انا عارفه قبل كده في سيشن انه حد قال قنبله كده. قولي لنا القنبله بقى. قال بس عمو فلان بيعمل كده وبيشوف البرايفت بارتس بتاعتي والمناطق الخاصه بتاعتي وسط سيشن. دي كانت قنبله، انا فاكره اليوم ده كويس. وكأن التوعيه بس دي ما تخوفش الناس ان احنا بنفتح عينيهم، عشان دي ميت تانية يعني. لا اشرحي لنا ازاي. مش بيحصل كده، لانه زي بس بالظبط زي ما سوسة حكيته، زي ما الكتاب بيبتدي احنا بنعمل كده في السيشن، بنبتدي بطريقه بسيطه، ولما بيحصل ان بوبس اب بنبقى عندنا تدريب كويس قوي ازاي نسمع الطفل من غير ما كل الولاد تعرف هيستوري، فنبقى بنحترم قصته وبناخده بس من غير ما كل اللي قاعدين يتفتح بس قصدي فكره الوعي نفسها لا ما بتفتحش عينيهم. لا زي ما ساره دايما انت بتدي اكزامبل بتاع زي ما بقول له ما تحطش صباعك في كوبس الكهرباء. ايوه بقول له عندك مناطق خاصه ليها احترام خاص، مش من حق حد انه يشوفها او يلمسها. حته كوبس الكهرباء انه مش بفتح عينه لما اقول له ان في كوبس كهرباء، بقول له ده بيكهرب وبلوك بقفله بحاجه، بحطه قدامه دولاب درج اي حاجه في العالم عشان ما يروحش لده. مش هينفع نحط الولاد في بابل بقى في العالم، فاحنا صح. بنوعيهم من الاول علشان لو اتعرض زي ما انت كنت بتحكي كده يبقى عنده وعي ازاي يدافع. فهو لما حكى الولد انه في حد عمل عكس اللي انتوا بتقولوه يا سوسة في السيشن، هو كأن حصل اتاحة لي انه يقول انا بس ده بالظبط بقى اللي بيحصل معايا. وهنا فكرة انه كتير قوي من الناس قالت لنا انه وهم بيقروا قصة، في ولاد قالوا بس انا عايزه الحق الناس دلوقتي ما تقراش بقى بطريقه مش عايز تقول لي حاجه هنا، في حاجه هنا عايز حصلت قبل كده مش عايز، فما تتكوش عليهم، هم هيقولوا لو حسوا بالامان ان هم يحكوا. الاحصائيات بتخوف شويه يا سوسه، مش عايزه تقول لنا كام واحده زي كام في المية من الدايره 1 من 10 بيقولوا من الدايره القريبه من الدايره القريبه. عايزه افتح صفحه 10 ما احنا جايين لها يعني اللي هي هقول عليها الاستاتستكس دي بتاعت انه 93% من الدايره القريبه هي اللي ممكن يحصل منها كسر حدود، لانه التحرش الجنسي بالاطفال غير التحرش الجنسي بالكبار. التحرش الجنسي بالاطفال هو عايز يبقى عارف الطفل عشان يكسر حدوده، فبيقابله في الفاميلي جاذرينجز، ممكن يكون حد من اللي بيتمرن معاهم. وفي جمله دايما بنقولها يا سوسة مهمه قوي نلحق الناس فيها، بتاعت مش بنقول ان كل الناس كده. اشرح لنا الحته دي شويه. انا مش مع اكيد الاحصائيات والمين بيعمل كده، اكيد ده مش بنقوله للاطفال طبعا. دي بس للاهالي ان هي تبقى عارفه انه طبعا احنا فاميلي كبيره وكلنا بنحب بعض كلنا نعرف بعض، بس انه ان انا ابقى مدرك او واعي انه ده في اوبشن انه يحصل او possibility انه يحصل، ده بيخليني انا في امان اكتر. مش ان انا في فرق ما بين ان انا هبقى دايما بقى ماشي حواليا طب ده بيعمل ايه، طب وفي فرق ما انا هسهس من الاخر يعني. بالظبط. وفي فرق ما بين انه لا انا بس مدرك انه انا محتاج اعرفه او اوعيه فهو ياخد باله وانا كمان اخد بالي. صح. ولما بنيجي حتى ما بنقولش ده للولاد، احنا بنقول الليسته الكبيره دي بنقولها للاهالي والمدرسين، وانتوا اللي بتقولوها للولاد. بنقول ان مش بنقول ان كل الناس دي بتعمل كده، بنقول ان في ممكن حد يعمل كده. وفكره انه ما حطوش في بابل او بوكس زي ما انتوا بتقولوا دي مهمه عشان يبقى بيتحرك براحته.
كاني مش مهسس هيتكهرب. وانا بقولها له كمان بطريقه بسيطه قوي، بقول له انت عندك فاميلي كبيره قوي، حتى الفاميلي دي محدش من حقه انه يشوف او يلمس المناطق الخاصه. مش بقول له انه خد بالك كمان الفاميلي ممكن تعمل كده، بتقوليها له بالبوزيتيف سايد بالظبط، انه حتى دول انا عارف ان انت بتحبهم، هم قريبين، بس حتى دول مش من حقهم ان هم يكسروا حدودك او يشوفوا او يلمسوا المناطق الخاصه بتاعتك. انا الحته دي بقى بحبها، وعايزه هنا ابعت رساله للتيتا والجدو لانه التيتا والجدو بيتضايقوا مننا في الموضوع ده. يعني انا فاكره كويس قوي انا ده خدت ديسكشن طويله مع بابا، خدت 6 7 8 شهور اقنعه ليه ما ينفعش يجبر بنتنا الكبيره انها تتباس. يعني هو حاسس بحبها وبموت فيها طبعا واحنا عارفين، ويا بختها بيك وكل ده، بس بنحاول نعلمها مبدأ. فانا فاكره اللي حصل الجدل لما قلت له انت عارف يا بابا لما تيجي جريس حد يبوسها بالعافيه هتحس ده انا جده اللي بيحبني قوي ده بيستأذني قبل ما يبوسني، ولو قلت له لا وهو جبار كده وقوي قوي بيقول اوكي ماشي يا كورتي، كان بيقول يا كورتي ماشي اوكي، فيوافق. خلص يعني الصراع ال5 6 شهور حسم لما احنا كمان شرحنا لتيتا وجدو انه بالعكس انتوا احنا محتاجينكم معانا في المعادله بتاعه respect their boundaries، احترموا حدودهم. فبنقولها بالطريقه الايجابيه بتاعه احنا عايزين كتير مننا ممكن بوسه لا خلاص صح. واحنا بنقعد نقول في 5 لغات للحب مش بس البوسه. فلما يجي حد يقول جمل طب بوسيني وهديكي حاجه حلوه حتى لو مش راجل وحش او مش ست وحشه عشان هنصدم الجمهور النهارده بيدركوا انه لا انا مش هتباس عشان اخد حاجه حلوه، انا مش عايزه اتباس. كمل لنا يا سوسه الحته دي، قولي لنا بقى رجاله وستات ولا رجاله بس ممكن تكسر حدود الاطفال؟ رجاله وستات. يعني لو شفنا الصوره دي فعلا مرسوم فيها يعني اللي عنده الكتاب هيبقى شايف مين الناس مرسوم فيها كل الناس رجاله وستات، علشان وطبعا بالنسبه للاطفال برضو تاني مش هنقول لهم ورجاله وستات طبعا احنا بس احنا عايزينه يبقى في امان وعايزينه يبقى مطمن وبيعرف يدافع عن نفسه. فبنقول له رجاله ستات كبير صغير صح بس كبير عشان الحاجات اللي بتحصل في المدرسه. بالظبط. ما تحكي لنا حاجه جميله من الحاجات اللي بتحصل في المدرسه بين الولاد وبعض. احنا سيزن المدارس يبقى هاي سيزن عندنا من البيرنتس ومن المدارس. يعني مكالمات المدارس الو قولي لنا بقى، ومكالمات الاهالي الو في طفل في حضانه. يعني جالنا فعلا مره مكالمه قبل كده من مدرسه اتولد في حضانه، بياخد الولاد كلها اتولد ويقعد يقول لهم تعالوا نقلع هدومنا ونشوف البرايفت بارتس بتاعت بعض. عشان المدرسه استنجدت بينا فلما رحنا واتقعدنا مع الولد كانت بتسمعي ساره قد ايه الولد كان بيحكي، فكان بيقول بلعب في يومي وببسط قوي عادي وبيحكي عن يومه جميل، وبعدين فجاه اوت ولا حاجه قال بس هو مش وحش خالص. فمين اللي مش وحش؟ عمه فلان بيلعب معايا اللعبه دي انه بيشوف البرايفت بارتس بتاعتي وانا بحب اصحابي جدا جدا، فعشان كده بعمل معاهم نفس الحاجه. كانت واحده من الحاجات اللي عرفنا منها انه في حد بيعمل معاه كده، انه بيقول له انه بيحبه فهو فاهمها فاين وفاهمها لعبه وفاهمها حب. صح. دايما بنقول ان في 3 حاجات ممكن تخلي طفل يعمل كده، انه شاف حاجه بتحصل ممكن يبقى شافها في التلفزيون، ممكن يبقى شاف بابا ومامته او حاجه زي كده، وتاني حاجه انه حصل له، وتالت حاجه انه عنده فضول. فبنطمن البيرنتس دايما ما تقلقوش لو بيعمل طفل بيعمل كده انه بيقلع او بيقلع او بيطلب يبص على برايفت بارتس، مش شرط خالص يبقى حصل له حاجه او شاف، ممكن يبقى عنده فضول وانتوا ما جاوبتوش على السؤال. صح. ودي قصص برضو بتجيلنا طول الوقت، انه قلع البنت اللي في المدرسه عشان لما سأل مامته امبارح هي ليه مختلفه زعقت له فراح يكتشف. فدايما وهنتكلم انا عارفه انه في حلقه هتلاقوها في السيريز بتاعت بلاي وذ سيف دي عن السكس اديوكيشن سيريز، ازاي مهم نقول ونرد على اسئله جسم الولد وجسم البنت والاختلاف. الحته بتاعت القصص اللي بتبوب اب في المدرسه او في الحضانه او في العيله، في عيد ميلاد، في الساحل، في السفريات، في كل ده مهم نتحرك لها. هنقول لكم في الاخر نعمل ايه، بس كملي لنا يا سوسة بقيه السيشن المسجز الاساسيه اللي فيها بعد ما قلت العيله وحتى العيله بتحترم البرايفت بارتس بتاعتي. صح. بكمل اقول ايه بعدين بنخش بقى على حته طب انا اعمل ايه. اوكي عرفت انه
مش من حق حد ان هو يلمس او يشوف المناطق الخاصه او البرايفت بارتس بتاعتي. وبعدين ماما بتبتدي تعلمه بقى طب انت بتعمل ايه، فبيقول ان انا يعني مره حتى كانت ماما بتحمي سلمى اختي عند تيتا وخاله دخل، راحت سلمى قالت ما ينفعش حد يخش عليا الحمام، فماما انبسطت قوي منها. فبتقول وفي الصفحه اللي بعديها برضو لما هو بيسأله ماما ينفع حد يقول لي اقلع هدومك، فطبعا ما ينفعش ولازم تقول لا. وده اللي بنعمله في السيشن، انه ازاي بقى مثلوا لنا الحته دي بس عشان بحبها. لا اكيد مش باللي انا بقولها ايوه دلوقتي. عشان كده بقول لك مثلوها لنا. دي اكتر حته بنحبها في السيشن احنا كمان. جاهزه يا ميرا؟ جاهزه جدا. فاحنا بنقول لهم لما حد يحاول يشوف او يلمس المناطق الخاصه بتاعتي لازم ازعق جامد جدا واقول لا جامد قوي، واجري واطلع اجري بسرعه جدا واروح احكي لماما او لبابا او لحد كبير موجود في المكان. وحتى احنا بنزعق، يعني انا مش بقول لهم زعقوا، لا احنا بنزعق. ايوه يعني بنقول لا 1 2 3 لازم. جامد ونزعق قوي قوي. بالظبط. احنا بنبقى في البيرنتس جنبكم لما يبقى سامعين. عندنا سيشن ونبقى سامعين صوت الولاد بتقول لا، وبنقول كده للبيرنتس ان هم بيتعلموا دلوقتي يقولوا لا. وزي ما انتي قلتي في الحاجات اللي علاقه لما خاله دخل على سلمى وقال انا اسف مش قصدي، بس سلمى قالت لا وماما مبتسمه، مفيش تنشنه. يعني مش عايزين نرعبهم، بس عايزينهم فاهمين. ودايما بنقول كده، والاستاتستكس بتقول المتحرش الراجل او الست لو شافوا طفل فاهم مش هي ابروتش، مش هيفكر فيه، او عايز اللي مش عارف واللي مش فاهم واللي بيخاف يتكلم واللي بيخاف يقول. بحب قوي الحته دي لما سيف بيسال مامته لو حد قال لي يا ماما ما بتقولوش يا حبيبي وانا وانت ما بتفهمش يا ابني. ما احنا بقالنا كده بكله جاي يجي يقول جاي دلوقتي في اخر صفحتين تسالني يا ابني انت مركز انت ولا انت. فبنبسط انه يبقى عايزين نقول انه لا. انا في حته بحبها برضو بتاعت لما سيف حكى انه حد دخل معاه الحمام، فبيقول انه في الحته دي بيقول انه في ولد دخل معايا الحمام بس انا افتكرت يا ماما كلامك، ولو في طفل مامته قالت له فقال لا او ما افتكرش الكلام او ما حدش كان قال له واتخض من الموقف وحصل فيه الموقف، مش بنلومه، بنقول له انت مش غلطان خالص. وبحب قوي الفيلم الانيميشن بتاعنا اللي فيه مطلعين ماما بترياكت ازاي وبتقرا قصه سيف وبتشرح ازاي يتصرف سيف. وبعدين في الاخر بنعمل ايه يا سوس بعد ما اتعلم ان انا بقول لا؟ مهم قوي بقى رد فعل ماما. يعني ده اللي بنشوفه من ردود ماما هنا، زي ما انتي قلتي سارة، مش بنقول له انت الغلطان، بس في 3 حاجات مهمة جدا 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 لازم نبقى بنعملهم. فبسمع وبصدق وبساعد. فدول اكتر حاجات احنا بنقولهم في السيشن، بنقولهم دايما للبيرنتس انه انا بحتاج اسمعه، اقول له انا مصدقك في كلام كده اقوله وفي كلام ما اقولوش. صح. فزي ما مامة سيف عملت هنا، فقالت له انت مش غلطان انا مصدقاك، وابتدي ماما هتشوف بقى ايه الطريقه اللي هي هتقدر تساعدني بيها. صح. فماما هي اللي هتتصرف بقى في الحته دي. طب ميرا، لو حصل لولد او بنت يعملوا ايه؟ اول حاجه زي ما سوسه كانت بتقول بنعلمهم بيزعق ويقول لا، بس احنا محتاجين نبقى متفاهمين ان هو ممكن يقف ويتخض وما يعرفش يزعق حتى يعني لو متعلم واخد الكتاب واخد التريننج كل حاجه ممكن يتخض. ف دايما بنقول برضو مش بنلومه، بس هو محتاج يحكي لحد كبير، يروح بسرعه يحكي بعديها لحد ماما او بابا او حد كبير هو واثق فيه، لانه ممكن يحكي لحد والحد يقول له فلان لا. ايوه انا بحب الحته دي. فيديوهاتك ماليه السوشيال ميديا بتقولي 5 صفات للشخص اللي احكي له، قولي ايه هم؟ لازم يبقى كبير. ودايما نقعد نقول للاطفال يكون كبير وبيشتغل، عشان ما ينفعش يحكي لحد قده، هو محتاج حد ياخد معاه اكشن بلان. محتاج يكون كبير، ما يكونش بيضايقه. ما ينفعش اروح احكي لحد يروح يقول له زي دي فيروح ممثل له نفس المشهد تاني. صح. ويكون بيسمعه كويس، فلما يقول له احكي لك يقول له اوكي وياخد وقت ويسمعه، حتى لو مش عارف دلوقتي يقول له طيب انا هسمعك ان 10 دقايق او ان وات ايفر، يديله الوقت اللي هيسمعه فعلا يصدق قصته، ما يقولش ولا لا ده بيجي لنا البيت على طول، ده احنا عارفينه كويس جدا، ده استحاله، ده المدرب بتاعك، ده البواب بتاعنا من زمان، ده مره اخواتك، ده عمل قول لنا بقى كل ده السواق دي طنط صاحبتي من عمر، ازاي يعني بتقول كده؟ او المدرب اللي بيمرن اخواتك الكبار، او اللي معانا من سنين، كل بقى الاكزامبلز اللي هي في الدايره القريبه. واخر حاجه نساعد،
محتاجه انا كشخص بسمع قصه طفل لو جه حكى لي انه حد ضايقه او حد كسر حدوده لازم ياخد معاه اكشن. محتاجه اساله محتاج نعمل ايه دلوقتي. لو انا اب او ام محتاجه اخد اكشن في المكان او في النادي لو مدرب عمل كده. لو في مدرسه محتاج اخد اكشن. محتاجه اتحرك ناحيه المكان واقول لابني اني عملت كده واقول له مش هنروح المكان ده تاني عشان محتاج يعرف ان انا واقف في ظهره انا باخد اكشن انا بدافع عنه. بس انا بحب الحته اللي فيها بنقول للطفل مواصفات الكبير اللي تقول له، لان مهم قوي. مهم كمان يعني احب قوي ناس تعرف انه في حاجه اسمها المجلس القومي للطفوله والامومه اللي معني بمشاكل الاطفال كلها، وفي خط نجده للطفل في مصر 16,000 الناس تقدر تكلمهم وتبلغ وتقول ايه اللي حصل ويتقدم لهم المساعده اللي هم محتاجينها لو الموضوع في يعني احتياج للتصاعد، مش بس كلمة أو نظرة أو لمسة، لكن في تعرض لافتضاح قلع الطفل أو قلع قدامه أو حصل اعتداء جنسي بشكل كامل أو مش كامل. ولو في أي أدلة موجودة بنقعد نشجع الناس بلغوا 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 من فضلكم بلغوا، خدوا الأدلة دي معاكم وروحوا لأقرب اسم واطلبوا تعملوا محضر. ده اللي بالنادي بيبقى لنا 12 سنة، لأنه الشخص اللي بيأذي سواء كان راجل أو ست مش بيأذي بس الطفل ده، هو غالبا أذى أطفال كتير وهيكمل يأذي أطفال كتير. إيه رسالة الهوب اللي ممكن نقولها يا سوسة للناس عن التحرش الجنسي بالأطفال؟ الهوب بالنسبة لي في أول صفحة خالص فكرة إنه نهتم بجد إنه أنا مهم، إن أنا شخص مهم، إن أنا بحب نفسي وباخد بالي من نفسي كبار وصغيرين honestly يعني صح. حتى إحنا إنه لما بنربي جيل أو بنات وولاد عارفين قيمتهم بجد بيبقوا قادرين بيبقوا متمكنين جامد إنه أنا هقف وهقول لأ وهرفض أي حاجة سواء وأنا سواء حد أطفال كتحرش جنسي أو حتى ككبار في العلاقات وكده، فببقى أنا مش هقبل أي حاجة بتقلل قوي من قيمتي. فبالنسبة لي البيز اللي محتاجين نقف عليه عشان زي ما انتي قلتي يعني ممكن تحصل شئنا أم أبينا سواء احنا عملنا اللي علينا في حاجات بره ايدينا صح. بس أنا يعني وده ملوش سن يا سوس، يعني لو أنا النهاردة بسمعك وعندي عيالي 11-12 سنة عمري ما علمتهم عمري ما قلت لهم ولا عمري ما اهتميت أقول لهم قد ايه هم مهمين وغاليين. توليت؟ لا طبعا خالص مش توليت حتى لو بقينا احنا دلوقتي يعني عايزة أربعينات وانا بحاول نفسي وانا احاول اعلم نفسي برضو يعني هي دي بروسس وجيرني انا باخدها وفعلا بفهم قيمة نفسي عشان انا اقدرها فالناس اللي قدامي فعلا تقدرها صح. فده بالنسبة لي ايه الهوب للفاميليز اللي ممكن يبقى عندهم عيال او اطفال عدوا بالاكسبيرينس دي يا ميرو؟ انه بيبقوا احسن لما بيتكلموا لما بيتساعدوا لما بيتسمعوا صح. لو احتاجوا حتى لو بروفيشنال هيلب ولجأوا للمساعده البروفيشنال الصح. مش بنقول انه الولاد بتنسى الاكسبيرينس كومبليتلي مش شرط، بس اكيد بيبقى احسن من الاول. ولما بيحصل او بتبقى ريكولد باي شكل من الاشكال مش بتجيب بلاد انيمور، مش بتوجع قوي قوي زي الاول، بيبقى افضل كتير. بس كل ده لما ناخد اكشن الصح صح. دايما بحب اقول الحته بتاعت ان التروما is too much too fast too soon. ولما الهيلينج بيبقى too much و too fast و too soon كاني بلحق بسرعه ارجع كده على قد ما اقدر. دايما في سكار ودايما في علامه للوجع، بس بنطلع منه ونقوم منه وناخده معانا كده ونمشي بيه ونكمل حياتنا ونقدر نسبريد هوب اللي حوالينا. وده اللي انا بحس انه الاويرنس لما بتحصل من بدري والوعي لما بينتشر في الكوميونيتيز من بدري احنا بنقلل وبنصعب حتى على المتحرش ان هو قولوا لنا ايه السنه اللي اشتريتوا فيها كتاب انا غالي؟ كانت سنة كام لما اشتريتوا كتاب أنا غالي؟ وابعتوا لنا بليز كل الأسئلة اللي ليها علاقة بالحلقة دي والحلقات التانية، لأن السيزن اللي جاي ورا الكاميرات فيه كل المعدين الحلقة هنشتغل على
بودكاست سيريز جديده، مش بقى بلاي وذ سيف، واحده تانية ليها علاقه اسئلتكم انتوا، ليها علاقه بكل التوبكس اللي اتكلمنا فيها، وليها علاقه بايه اللي في التحرش الجنسي بالاطفال والمراهقين محتاجين تعرفوا عنه اكتر. هنعمل حلقات بس ليها علاقه باسئلتكم. ميرسي يا بنات. ثانك يو. Thank you so much.